السلام عليكم الإخوان والأخوات، كلشي بخير، لاباس عليكم؟ الحمد لله. قبل ما ندخلوا في الموضوع بغيتكم تقادوا لي الجلسة وديروا هذيك الجلسة ديال النخوة ورجل على رجل وسمعوا. سأقرأ بالنص. إن العلي والقوي مولاي زيدان إمبراطور المغرب ملك البربر وفاس وسوس وتفيلالت وغينيا والهوغو والجنوب والجيني وكل المناطق التابعة له، وبالعطف والمحبة التي يشمل بها هولندا، فقد تكرم جلالته بإرسال سفيره القيد حمد بن عبد الله ومعه مستشاره صامويل بالاش للتفاوض حول نص هذه المؤاهدة. هذه الديباجة ما كتبيناش العياشة ولا الموريش ولا الطبالة ولا الغياطة. هذا النص موجود حاليا في المكتبة الملكية لهولندا في مدينة لاهاي. اليوم نهار كبير عند الله. اليوم غناخذكم في رحلة ملكية تليق بمستوانا. كنظن تكرغلنا بما فيه الكفاية نمشيو نشوفوا تاريخنا ونمشيو نشوفوا ما معنى إمبراطورية المغرب وإمبراطور المغرب وكيف كان ملوك وحكام أوروبا يخاطبونه في ذلك الوقت. من بعد هذا الفيديو اللي غابدا تسمع كلمة إمبراطورية المغرب غادي يولي عندها معنى آخر وصدى آخر عندك. قادوا لي الجلسة دير رجل على رجل، ومرحبا بكم في تاريخ الإمبراطورية الشريفة للمغرب. اليوم جبت لكم كنز، ولا قلت لكم كنز فهو كنز. هذا ليس كتاب تاريخ. باش نقرب لكم الصوره، اي واحد فينا مشى للمقاطعه باش يدير تصحيح الامضاء ولا ليغاليزاسيون، كتلقى عندهم واحد لو روجيستر تيقيدوا فيه التاريخ، رقم البطاقه الوطنيه، ولا جاي دير تصحيح الامضاء ديال عقد بيع ولا عقد كراء ولا التزام ولا الى اخره، وكيبقى هذاك الروجيستر محفوظ. هذا بالضبط لو روجيستر اللي محفوظه فيه جميع مؤاهدات وعقود واعلان الحرب واعلان السلم ملوك اوروبا طيلة 1500 سنة. Recueil des traités de paix, de trêve, de neutralité, de suspension d'armes, de confédération, d'alliance, de commerce, de garantie et autres actes publics comme contrat de mariage, testament, manifeste, déclaration de guerre fait entre empereurs, rois, républiques, princes, puissances depuis la naissance de Jésus-Christ jusqu'à présent. جميع العقود والمؤاهدات والوثائق ديال أوروبا كلها من ميلاد المسيح مجموعة هنا، وهو محفوظ حاليا في لاهاي، المكتبة الملكية لهولندا. ما يهمنا منه هو المغرب. ويا سبحان الله، بريفاس بروميير بارتي من هذوك 4 أجزاء، دور الغلاف الصفحة الأولى ديال المقدمة مذكور فيها المغرب. Un ambassadeur d'Angleterre sera chargé de conclure un traité avec le roi du Maroc. Il voudra savoir de quelle manière la France traite avec ce prince afin de ne point traiter à des conditions plus désavantageuses et de procurer à son maître tous les mêmes honneurs. بمعنى إلى السفير ديال بريطانيا غيجي يدير اتفاقية في المغرب وبغى يعرف اش دار السفير ديال فرنسا قبل منه، خص تكون عنده المعلومة كيجي ياخذها من هذا الكتاب هذا. هنا مقيدين جميع أنواع المؤاهدات. قبل ما ندخلوا نشوفوا المؤاهدات، أنا عارف بأن الأغلبية فيكم يتكلمون الفرنسية، وكاين اللي كيتكلم فيكم الفرنسية أحسن من الفرنسيين براسهم. سأعرض النصوص كما هي وبغيتكم تشوفوا الفرنسية ديال القرن السابع عشر كيفاش كانت. نمشيو للمؤاهدة اللي كنا كنتكلموا عليها. إلا شفتوا في الشاشة غادي يبين لكم نفس النص على اليسار باللغة الهولندية النص الأصلي، وعلى اليمين الترجمة ديالو باللغة الفرنسية. ديك المقدمة قريناها كتعلق بسنة 1610، معاهدة ما بين هولندا وإمبراطور المغرب. هولندا ديال 1610 ماشي هي هولندا ديال اليوم. في القرن 17 كانت هولندا قوة عظمى، كانت أقوى من بريطانيا، كانت مستعمرة مناطق في آسيا وفي أفريقيا وفي أمريكا الجنوبية وفي أمريكا الشمالية. غير معلومة بسيطة جدا، أن مدينة نيويورك هي مدينة بنوها الهولنديين. نيويورك مدينة هولندية وهرفوا عليهم النقازة وخدوها لهم من بعد. القوة ديال هولندا كانت هي البحرية ديالها، كانت عندها بحرية حربية بحرية تجارية، بها كانت مسيطرة على البحار. شنو هي مشكلتهم مع المغرب؟ أن أي باطو ديالهم هابط سواء جهة المحيط الأطلسي سواء البحر الأبيض المتوسط كيشدوه المغاربه، كياخذوا الباطو كياخذوا السلعة، وهذوك لي ماغا ولا البحارة اللي كاينين تما كيجيبوهم من المغرب وكيعاودوا فيهم البيت. كانوا المغاربه قاطعين فيهم. فنهار وقعوا هذه المؤاهدة هذه كان يوم عيد عندهم. حنا غنشوفوا البنود ديال هذه المؤاهدة. الديباجة شفناها إلى مولاي زيدان إمبراطور إلى آخره. الفصل الأول: Il sera entretenu une ferme et sûre et inviolable amitié et correspondance par terre, par mer et eau douce, dès maintenant et pour toujours, entre la susdite royale majesté et ses héritiers et successeurs. ستكون هناك اتفاقية صداقة وتواصل على الأرض والبحر وحتى الوداد بين المغرب وهولندا، بين إمبراطور المغرب الحالي
وولي عهده وورثتهم من بعد. يعني اتفاقية دائمة سيسمح للبواخر الهولندية بالمرور عبر المياه الإقليمية المغربية، ويسمح للمواطنين الهولنديين النزول في الأراضي المغربية، ويسمح للبواخر المغربية والمواطنين المغاربة يمشوا لهولندا. ما يبقاش المغرب يتعرض لهاد البواخر ولا السلعة اللي فيها. كيلفين ابونفون إلا كان العواصف في البحر ودخلوا الهولنديين عندنا يتخزنوا، فهم تحت حماية إمبراطور المغرب. الفقرة الثانية كتتكلم على أن البواخر الهولندية اللي خارجة من هولندا كتكون عندها ورقة كتسمى اون ليتر دو مير، نسخة من هاد الاتفاقية، حتى إلا تعرض لهم شي واحد في البحر كيوريوها ليه. نحن تحت حماية هاد الاتفاقية وتحت حماية إمبراطور المغرب. الفقرة الثالثة كتقول بأن البواخر الهولندية سواء كانت جاية من هولندا أو جاية من إسبانيا ولا من إيطاليا ولا من أي اتجاه جاية، هي تحت حماية المغرب ما دامت في المياه الإقليمية المغربية، وأن إمبراطور المغرب لن يسمح ببيع هذيك البواخر اللي تشدات، ولن يسمح ببيع هذوك اللي راكبين فيها كأسرى. الفقرة الخامسة كتقول بأن من حق الهولنديين يديروا التجارة مع المغرب ويدخلوا البواخر ديالهم من الموانئ المغربية يتقداو أي نوع ديال السلعة باستثناء البضائع اللي ممنوعة حسب القوانين المغربية. الفقرة الثامنة كتتعلق بالمساعدات في حالة إلى باخرة تعرضت إما لهجوم من أحد الأعداء، ولا إلا كانت خاسرة ودخلت الموانئ المغربية، أو لا باطو مغربي دخل الموانئ الهولندية أو الموانئ ديال المستعمرات الهولندية، فهم كيتعهدوا بمساعدة البواخر المغربية، وإلا دخلوا المغرب يعاونهم لا ريباراسيون ولا يشريو ما ياكلوا إلى آخره. الفقرة العاشرة كتتعلق بحالة إذا توفى مواطن مغربي في هولندا أو توفى مواطن هولندي في المغرب، فالتركة ديالو كتكون تحت حماية السلطات حتى يجيو الورثة ديالو. الفقرات الأخرى كتتعلق بالقوانين البحرية، إذا دخل الباطو ديالهم عندنا ولا دخل الباطو ديالهم عندهم كيكون تحت الحماية وكتقدم ليه المساعدة. الفقرة 15 كتقول بأن في حالة إلى ساماجستي امبراطور المغرب بغى اسلحه ولا مدافع ولا باطوات ولا بارود ولا اي نوع من السلاح من هولندا، كتعهد هولندا انها تبيعه ليه. هذه الفقره اللي كتهم الهولنديين هي الفقره 16. يتعهد المغرب اطلاق سراح جميع الاسرى والعبيد الهولنديين على ارضه، وان ابتداء من تاريخ امضاء هذه المعاهده ما يبقوش يتباعوا الهولنديين عندنا في الاسواق. والفقره الاخيره من المعاهده كتقول بان هذه الاتفاقيه غادي ياخذوا السفراء ديال المغرب نسخه منها ويجيبوها حتى الامبراطور ديال المغرب ويوقع عليها، وترجع نسخه منها لهولندا، ومن بعد 6 شهور وتوقيع الامبراطور عليها. الامبراطور ماشي من عندي، راه امبراطور ديال ماروك مكتوبه تما. ستدخل هذه الاتفاقيه حيز التنفيذ. في الاي حرر في مدينه لاهاي يوم 24 ديسمبر سنه 1610. شنو بان لكم؟ انا فيما كنقرا هاد المعاهدات هادو ولا هاد الكتب هادو، والله العظيم الكلمه الوحيده اللي كتعجبني هي ديك كلمه امبراطور. فيما بقيتي مذكور المغرب قبل 1956 عاد تبدلت السميه ديال المغرب من امبراطوريه المغرب الى المملكه المغرب. قبل 1956 كتلقى امبرور دو ماروك، امبير دو ماروك، امبرور اوف موروكو، موروكان امباير، وانت غاد. ويجيك واحد راسو متوازي الاضلاع ولا ايزوسيل كيف ما قرينا حنايا، ويقول لك كانت اماره فاس واماره مراكش واليوطي من صنع المغرب. سنه 1610 ملي كانوا الهولنديين تيقفقفوا وتكتبوا امبرور دو ماروك ولقد تكرم وتفضل وارسل سفيره، سنه 1610 كان جدك تحت الاتراك. وملي كنقول تحت بالمعنى اللغوي والاصطلاحي، وسنقلب على ديك تحت ماذا تعني. خلينا منهم نشوفوا معاهده اخرى. هذه اتفاقيه غادي تجيكم غريبه واحد شويه. هذه سنه 1651 اتفاقيه ما بين هولندا وليس المغرب ولا امبراطوريه المغرب. هذه اتفاقيه مع مدينه سلا. كلكم سامعين القراصنه ديال سلا، وان السلاويين كانوا دايرين الجمهوريه ديالهم بوحدهم، وكان عندهم اسطول قاطعه في البحريه ديال العالم كامل، وان اللي دز وتلاقاو معاه كيديو الباطو والسلعه، وهذوك الركاب تما كيعاودوا فيهم البيع. نزيدكم على اكثر من ذلك ان السلاويين كانوا كيديروا غزوات، هجموا على اسبانيا وهجموا على فرنسا وهجموا على بريطانيا وايرلندا وهجموا على النرويج والدنمارك، وربما نديروا لهم فيديو من بعد. فهذه اتفاقيه ما بين الهولنديين والسلاويين لتحرير الاسرى. اللي موقع الاتفاقيه لو جينيرال جيديون دو فيلت من جهه ولو غوفرنور دو سالي، عامل ولا حاكم مدينه سلا. البند الاول que les susdits seigneurs, gouverneurs et supérieurs des villes de Salé promettent pour eux-mêmes et leurs descendants et s'obligent de rendre tous les esclaves
esclaves pris sur les vaisseaux des susdits Provinces-Unies. يتعهد حكام مدينة سلا الحاليين وفي المستقبل بإطلاق سراح les esclaves العبيد الهولنديين et mettront tous en liberté à condition de fournir de leur part l'argent que les 10 esclaves ont coûté la première fois qu'ils ont été vendus. السلاويين اللي شارين دوك العبيد دولة هولندا غادا تعوضهم بالثمن باش شراوهم مقابل إطلاق سراحهم، ماشي غيطلقوهم في سبيل الله، غيتخلصوا فيهم عاد غيطلقوهم. الفصل الثاني والثالث يتعهد السلاويون أنهم إلا شدوا شي باطو في البحر ولقاو فيه مواطن هولندي يطلقوه ما يعاودوش فيه البيع. الفصل الرابع لأن سلا كانت مركز تجاري ديال العبيد كيبيعوا ويشريوا، فتتعهد سلا أن القراصنة ديال ألجي تونس تريبولي ولا تركي، تتعهد سلا أن القراصنة ديال تونس والجزائر وليبيا تابعين لتركيا ما يجيوش يبيعوا العبيد في سلا، العبيد الهولنديين. الفقرة 6 يتعهد الهولنديون والسلاويين أنهم يعاونوا بعضهم كوم دو بون فوازان، حسن الجوار، تخيلوا حسن الجوار ما بين الهولنديين والسلاويين. الفقرة 7 لأن هذه الاتفاقيات كيف ما شفنا في الاتفاقية الأولى كيوليو كاع البطوات هازين نسخة منها باش يكونوا تحت الحماية ديال بعضهم، ففي هذه كيتعاهدوا السلاويين أنهم ما يعطوش نص هذه الاتفاقية لي كورسير دو بارباري ودو تركي، ما يعطوش نسخ للقراصنة اللي في الجزائر وتونس اللي تابعين لتركيا. هذه الاتفاقية تخص فقط السلاويين والهولنديين، ما بغوش الآخرين يدوزوا في وجههم. الفقرة 10 et tout ce que du dessus يعني كاع الشيء اللي داز من قبل sans préjudice des amitiés et alliances faites entre les dix seigneurs états généraux اللي هي هولندا et sa majesté roi du Maroc. يعني تبقى الاتفاقية الأولى اللي شفنا ما بين إمبراطور المغرب وهولندا، وهذه غير اتفاقية تكميلية مع السلاويين. إمضاء إبراهيم الدوق، محمد روشاس، عبد الله محمد فنيش، عبد الله إبراهيم معنينو من الجانب المغربي، جنرال دي فيلد وأسماء أخرى هولندية. ومن بعد كيقول لك على السلاويين كيحماقوا من بعد العصر، السلاويين راه كانوا محمقين الكرة الأرضية كاملة. هذا هو تاريخكم. قبل ما نشوفوا معاهدة أخرى لملك هولندي آخر مع إمبراطور مغربي آخر، سمحوا لي نجاوب على واحد جوج ديال الأسئلة كتعاود بزاف في التعاليق. التعاليق ديالكم تنقراها كلها ألف شكر. بعض الإخوان والأخوات كيسولوا كيفاش نقدروا نعاونوا القناة ماديا. بكل صراحة ما محتاجينش مساعدة على ود الأرشيف، عندنا أرشيف ووثائق وفيديوهات من المغرب، من فرنسا، من بريطانيا، من إسبانيا، من ألمانيا إلى آخره تكفي لي 100 سنة لقدام. عندنا وثائق عطاوها لنا ناس كانت محفوظة في الصنادق في الديور في المغرب، مازال نديروا لها فيديوهات. عندنا ما يكفي من الارشيف، ما ينقصنا امكانيات تقنيه باش نديروا فيديوهات بجوده احسن وبعدد اكبر. اللي بغى يساعد القناه الحساب باي بال ديال القناه راه كاين لتحت، وكاين دوك لي سوبر تانكس ديال الشكر ديال اليوتيوب راه كتعرفوهم كاملين، الف شكر مسبقا. السؤال الثاني ديال واش عندي حسابات في منصات اخرى، اللي بغى يشترك الحساب ديالي في تويتر والحساب ديالي في تيك توك كتلقاهم لتحت، اللي بغى يشترك فيهم شكرا مسبقا. نرجع لما يهمنا. هذه اتفاقية أخرى سنة 1684 entre Sa Majesté مولاي إسماعيل empereur du Maroc roi de Fès تفيلات الغرب et l'Afrique d'une part et nous seigneur prince d'Orange d'autre part. اتفاقية بين صاحب الجلالة مولاي إسماعيل إمبراطور المغرب ملك فاس وتفيلات والغرب وأفريقيا، سمعتيها بارد القلب. traité de paix et de commerce inséré ci-après mot pour mot. اتفاقية سلام وتجارة كما هو مكتوب تحت. qu'à l'avenir il y aura entre Sa Majesté مولاي إسماعيل empereur du Maroc roi de Fès تفيلات الغرب. يدوروا يكتبوا في هذيك empereur du Maroc une bonne ferme et inviolable paix. ستكون معاهدة سلام غير قابلة للنقد ما بين هولندا والمغرب. Elle sera livrée dans les mains de Sa Majesté مولاي إسماعيل et de ce jour cesseront tout acte d'hostilité de part et d'autre. ابتداء ما توصل هذه الاتفاقية لعند مولاي إسماعيل ووقع عليها ستكون نهاية الاعتداء من جانب ومن آخر. الفصل الثاني دائما يتعلق بالبحرية. Les vaisseaux et autres bâtiments des susdits seigneurs états généraux ainsi que leurs sujets et habitants chrétiens et juifs auront toujours une libre entrée dans les rades et ports de sa dite majesté. سيتم السماح للمواطنين الهولنديين مسيحيين ويهود بحارة الدخول إلى موانئ جلالته، وسيسمح لهم بالتجارة ويبيعوا ويشريوا إلى آخره. الفصل الرابع كيتعلق بالمراقبة. الطريقة ديال المراقبة أن إذا كاين باطو هولندي ديس حدا المغرب فكتكون اون شالوب يعني فلوكة كيهبطوا البحارة ديال المغرب جوج وكيطلعوا يراقبوا اشنو كاين في هذاك الباطو الهولندي، والكابيتان ديال ذاك الباطو الهولندي ما يقدرش يمنعهم من المراقبة. الفصل الخامس كيتعلق بمولاي إسماعيل. مولاي إسماعيل شخصية ما خدرش حقها في التاريخ ديال المغرب. شخصيا هذا هو الملك المفضل عندي. علاش؟ لأن كان قبيح،
كان محيد سارة وجافوق اللي كانوا ملوك كبار، كان لوي 14 ايتترا، وكلهم كان موكلهم الخليع، كلهم كانوا كيخافوا منه. هنا كيهضروا على البحاره الهولنديين اللي غيتشدوا في البحر. il ne sera pas permis d'exercer la torture ou la question ou autre violence. خايفينهم غير يتشدوا على ما يجيو يسولوا عليهم يلقاو مولاي اسماعيل عذبهم. فهنا بحال داكشي ديال حقوق الانسان، ان على ما يجيو يفكوه ولا يطلقوا الاثر ديالو ولا يشوفوا شنو غيديروا ليه، ان مولاي اسماعيل ما يكرفسوش. الفصل 6 ان الى باطو هولندي غرق او الى باطو هولندي خسر ودخل الموانئ المغربيه يبقى تحت حمايه امبراطور المغرب حتى يجوا الهولنديين. الفقره 8 و9 كتقول بان الهولنديين ما يعقدوش حلف مع واحد من اعداء السلطان مولاي اسماعيل او يتحالفوا ضده معه، والا الاتفاقيه هذه تصبح لاغيه. الفصل 10 كيقول بان الى باطو طاح اون بان في المياه الاقليميه المغربيه كيدخل الميناء ويبقى يتسنى تما حتى يجوا الهولنديين يعتقوه لا يتم الاستيلاء عليه. فصل 11 يتعلق بتحرير الاسرى الهولنديين والعبيد الهولنديين في المغرب. الفصل 13 كيتعلق بوفاه احد المواطنين الهولنديين اللي مات في المغرب، فالتركه ديالو كتبقى محفوظه حتى يجي يا اما السفير ديال هولندا او لا الورثه ديالو وتسلم اليهم. الفصل 14 تجار الهولنديين يجوا المغرب لا يفرض عليهم يشريو السلعه بزز منهم. الفصل 16 ou quelques sujets des susdits états généraux se trouvent dans les états de sa majesté vinrent à faire un tort à un mort. un mort هي الموري مغربي. الى مواطن هولندي في المغرب الى بليسي و tué un mort، الى هولندي ضرب مع مغربي وتجرح المغربي او لا مات المغربي يحاكم بنفس القانون الذي يطبق على المغاربه. كاينش داكشي ديال الحمايه. الفصل 20 يوازي عفى الله عما سلف، يعني كاع دوك المشاكل اللي كانوا ما بين المغرب وهولندا ابتداء من توقيع هذه الاتفاقيه غادي ننساوهم. ستدخل هذه الاتفاقيه ابتداء من تاريخ توقيع بالنص سا ماجستي امبريال دو ماروك، جلالة إمبراطور المغرب. والتاريخ 10 رمضان سنة 1095 هجرية، مكتوبة بحال هكا 10 رمضان دو لون 1095 الموافق 15 ديسمبر 1684. أقول لك المغرب صوب اليوطي. هذا هو تاريخكم. هذا الشيء اللي شفنا كتاب واحد من مكتبة وحدة كيتعلق بعلاقاتنا بدولة وحدة، مثله بالآلاف. أنا من هنا كنسمع السؤال الذي تبادر إلى ذهنك، حنا علاش ما قراوناش هذا الشيء؟ وعد شرف مني غنفرقوا هاد الرمان هادي واحد النهار، غنشوفوا شكون هما هادو اللي ما قراوناش تاريخنا، علاش ما قراوناش تاريخنا، والأهم علاش قراونا التاريخ بهذيك الطريقة العجيبة الغريبة اللي قرينا بها كاملين. الفيديو الجاي إن شاء الله غادي يكون على علاقات إمبراطورية المغرب مع فرنسا. شوفوا هذوك الملوك ديال فرنسا اللي ما كانوش كيتنفسوا الاكسجين مع عباد الله، كيفاش كانوا كيتعاملوا مع المغرب، كيفاش كانت كتكتب المعاهدات والصياغ ديالها، وكيفاش كيخاطبوا امبراطور المغرب، وكيفاش كانوا كيقفقفوا ويتراعدوا من المغرب. وعلى ذيك فرنسا عندها جوج ديال الاذاعات مخصصه فقط للتاريخ، ماشي برامج وثائقيه، للتاريخ بوحدو. عندهم ايستوار وتوت ليستوار. تاريخ المغرب اقدم واعرق من تاريخ فرنسا بمراحل، والارشيف اللي عندنا يكفي دير 10 ديال القنوات التلفزيونيه للتاريخ ماشي وحده. للاسف وهذا من عجائب التاريخ ان بعض المسؤولين عندنا هذيك تركيا اللي 350 عام والمغاربه جارين عليها، رغم انها كانت امبراطوريه كبيره ومستعمره تقريبا نص الكره الارضيه وما قدرش تدخل المغرب. بعض المسؤولين عندنا ماشي دخلوا لنا تركيا للمغرب، دخلوا تركيا للمغاربه وسط الصالون ديالهم، جالسه معاهم في التلفازه كتفرج فيهم وكيتفرجوا فيها وسط دارهم. سبحان الله. حنا اللي عطى الله عطاه، حنا اللي كيهمنا هو الجيل القادم. بارطاجيو هذا الفيديو باش هذوك الوليدات اللي عاد كيقراو يسمعوا ولو مره واحده في حياتهم كلمه امبراطور المغرب وامبراطوريه المغرب. العالم كله كيقرا امبراطور المغرب الا المغاربه، واللي عارف في المقررات ديال وزاره التربيه الوطنيه من التحضيري حتى للباك فين مكتوبه كلمه امبراطور يكتبها لي في التعليق، لانني انا ما لقيتهاش. بارطاجيو هذا الفيديو، بارطاجيوه من حبابكم، بارطاجيوه من الناس اللي كتعرفوا باش يعرفوا تاريخهم. حنا املنا في الجيل اللي جاي، ما حنا اللي عطى الله عطاه، وفوق طاقتك لا تلام. حنا هذا جهدنا ولا غالب الا الله. تبارك الله عليكم، خليتكم على خير.